بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ أنا النهاردة هعمل لكم الطحينة بتاعت محلات المشويات، مش الطحينة الخام. الطحينة الخام أنا هعملها لكم بالسمسم. الطحينة دي اللي احنا بناكلوها مع المشويات، الكفتة والفراخ المشوية، هتعجبكم قوي. بصوا حبايبي، معايا رغيفين عيش الأبيض اللي من غير ردة، او ممكن يتعمل برغيفين فينو. هتعملي ايه؟ هتقطعي العيش كده، تقطعي العيش كده عشوائي اهو اهو حبايبي اهو اهو. على كل رغيف كوبايه ميه اهو. هتحطي كده وتقلبيه كده اهو. بصي على الطريقه دي هتعجبك قوي، تعجبك قوي حبيبتي اهو. بصي، وهتطفي عليه كده وتكمريه كده. تعالي بقى للمقادير بتاعتنا. تحطي معلقه كبيره كزبره، معلقه الا ربع كمون عشان ما يمررلكيش الطحينه، معلقه شطه، معلقه ملح، معلقه توم، معلقه خل، ليمونه كامله، معلقه زيت، معلقه طحينه. المكونات دي كلها هنحطوها هنا بس بعد ما العيش معاه. حبايبي بعد ما تسيبوهم بتسيبوا العيش في الميه كده شويه، هتصفوهم كده وتطلعوهم كده اهو. انا بسهل لكم كل حاجه عشان ما تشتروش حاجه من بره حبايبي اهو. تعملي ايه؟ تحطيها في الخلاط، هتحطي معلقه الخل والليمونه هنا، هتحطي كل البهارات دي اللي هي ايه؟ كزبره، ملح، توم، معلقه توم مهروسه، معلقه شطه، معلقه الا ربع كمون عشان الكمون ما يمررلكيش الطحينه حبيبتي. معلقه كبيره زيت، معلقه طحينه، تضربي كل ده كده في الخلاط. لو لقيتيها مش بتتضرب معاكي، هتجيبي حبه ميه من العيش، من الميه اللي احنا سلقنا فيها العيش، وتحطي كده. نشوفوها عشان ايه؟ لا، عايزه شويه ميه كمان. الطحينه دي اللي انت بتاكليها في محلات المشاوي، اللي بتقولي الله دي طعمها جميل، افضل وراها لحد ما اخففها عشان لازم تبقى خفيفه. ريحتها جميله، ريحتها جميله. يا حبايبي اهي، بصوا حبايبي، انا دلوقتي بوريها لكم في الصحن. هحطها في برطمان، والبرطمان يكون ناشف مفيهوش ميه عشان خاطر الميه ما تبوظهاش. وجميله حبايبي، هتعجبكم قوي، هتعجبكم قوي حبايبي. وقولوا لي في الكومنتات، انتوا مش بتكتبوا لي حاجه في الكومنتات، انا بس بعمل لكم الحاجه اللي هي سهله وبسيطه. هتعجبكم قوي حبايبي.
وسيبيها لما تبرد حطيها في التلاجة اهي. اهي يا حبايبي، والف هنا وشفا على قلبكم حبايبي. ما تشتروش حاجه من بره، دي اللي بتجيبيها مع الفراخ المشويه في الكوبايه الصغيره دي اطعم لانك انت عاملاها في البيت بايدك. دي غير الطحينه ام سمسم، الطحينه الخام اللي هي دي انا هعملها لكم برضه. واستنوني في تفريزات رمضان ان شاء الله، هعمل لكم كل حاجه حلوه، هعمل لكم حاجات جميله وسهله وعلى قد الايد. وما تنسونوش في الكومنت، تنسونوش في اللايك والشير وتفعلوا الجرس عشان يجيلكم كل جديد من خالتكم ام محمد. بشكر اي حد دخل لي وقال لي كلمه حلوه، انتوا على راسي حبايبي، خارج مصر وجوه مصر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.